كده الميه شغاله معاكي تمام يا ست الكل. طيب وانت ماشي باخد السجاده دي اديها للمغسله اللي على اول الشارع. نعم. انا مالي ومال السجاده يا استاذه، انا راجل سباك. هو انت مش هتاخد فلوس؟ الشغل وخلصته. الفلوس دي اللي انت بتتكلمي عنها تتحكمي بيها في اي حد تبعك، لكن انا راجل شغال لشغلي مش لشغلك. على فكره انت مش جاي هنا لله وللوطن، يعني انت جاي هنا وهتاخد فلوس، وده برضو من ضمن شغلك. طب بص يا استاذه، عشان انا مش هعرف اتكلم مع واحده ست على اخر الزمن. الاستاذ اسلام لما فهمني الشغل قال ان السباكه بتاعت حضرتك بايظه وانا جيت صلحتها لك، لكن حته ان انت جاي تشتغل لله وللوطن لا، لو انا الشغل ده هيكسر عيني فانا مش عايزه. هو مش كسر تاني ولا حاجه، هو زياده فلوس بس شويه بحاجه بسيطه هتعملها. لا، زياده الفلوس دي يبص لها اللي زيك، انما اللي زي انا ما يبصلهاش. الحساب اللي انا كنت هاخده منك ده خديه لله، طلعيه لاي حد غلبان، لاي حد محتاجه، لاي حد تابعك يودي السجاد للمغسله زي ما انت عايزه. انك تيجي كرامه واحد صنايعي مش احنا خالص يا استاذ. لا هو انت فاكر بالكلمتين اللي انت قلتهم دول بقى وانك مش هتاخد السجاده قال يعني انت كده بتجب عليا يعني ولا ايه؟ لا مش بجب عليك، بس المفروض تحترم الصنايعي اللي في بيتك، ده لو كان بيت بيفهم في الاصول اصلا. انما انت مالكيش راجل ارد عليه. اعمل ايه؟ ما غلطتي. بما اني ماليش راجل اترد عليه، انت فاكر ان انت كده الشريف يعني اللي هو بيجيبها بعلق جميله ولا ايه؟ مش هرد عليك. طب اتفضل اطلع بره. منى، انت ايه اللي خلاك تسيب الموقع وتيجي دلوقتي؟ استاذ احمد معلش حقك عليا، انا حصل لي ظرف ولازم امشي دلوقتي بسرعه. يعني ايه تمشي دلوقتي؟ ما انت عارفه الموقع كلها كام ساعه وتسلم. معلش حقك عليا، وكمان محتاجه فلوس، اخصم لي مشيني اعمل اي حاجه. طب اهدي وفهميني في ايه اللي حصل. وماما تعبانه ولازم انزل لها دلوقتي. الف سلامه عليها. طب يا بنت هتنزليها دلوقتي ازاي؟ ده الطريق عتمه مش هتعرفي تمشي. حضرتك عارف مفيش اغلى من الام، وهي تعبانه وملهاش غيري، وانا الوحيده اللي لازم اكون معاها دلوقتي. انا مقدر ده، بس انت عارفه الشغل بتاعنا بيحكم، وانا كده ممكن اخد جزا غصب عني. خليني انا اخد جزا، انا امشي، اخصم لي، اعمل اي حاجه بس ساعدني بالله عليك، بقول لك ماما. الصراحه مش عارف يا منى، مش عارف، غصب عني. يعني هتقدر تساعدني؟ طيب اهدي بس، هو انت البيت بتاعكم بعيد؟ يعني شويه. طيب ماشي، هكلم محمود يجي معانا عشان ما ينفعش نمشي انا وانت بالعربيه لوحدينا، وهوديك لحد مامتك يا ست، وهديكي فلوس من مرتبنا لحد ما القبض ينزل. انت عارفه لو معايا ما كانش يتعز والله غصب عني. طيب بالله عليك عشان الجو صعب وانا مش قادره اتاخر اكتر من كده.